السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة مطبخ رقية. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحة والعافية. اليوم غادي نشارك معكم هذا الاقتراح، يمكن لكم تحضروه كوجبة عشاء او لا يعني غدا. كنتمنى يعجبكم الاقتراح ديال اليوم وتفاعلوا مع الفيديو الا كان عجبكم بطبيعة الحال. ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله توصلوا باي جديد حطيته في القناه. دابا بلا ما نطول عليكم اكثر من هكا، ندوزو المقادير وطريقه التحضير. اقتراح ساهل وفي المتناول. اول حاجه جبت هذا الخبز اللي كيكون خاص يعني بالطاكوس. المهم هذا الخبز العربي ولا التورتيلا كما كيقولوا. صافي جبت هذا الاطار ولا هذا سميتو هذا الطابع اللي كيكون على شكل دائري. اختاروا نتوما يعني الحجم اللي نتوما بغيتو، لكم الاختيار. كنحاول هكا يعني نقطعوا هكا دوائر على هذا الشكل ونحطهم على جنب، يعني حتى كنسالي كامل من الكميه اللي انا بغيت نخدم بها. كيما شفتوا على هذا الشكل صافي غادي نحطهم على جنب وغادي ندوزو باش نحضروا الحشوه. بالنسبه للحشوه اقتصاديه، واحد المقله يعني على نار درت شويه ديال الزيت، خليط ما بين الزيت البلديه والزيت النباتيه، ودرت واحد البصله اللي كتكون كبيره في الحجم ديالها، قطعتها هكا يعني مشلضه صافي، وكنديو فيها وكنجيبو فيها. وبالنسبه للعافيه راه دائما كتكون مجهده باش بالنسبه لهاد الحشوه ما تطلقش لكم الماء. من بعد ما نزلت ليا يعني البصله شويه وحسيت بها بدات كتدبل، درت هاد الفلافل. يمكن لكم ديروا الصفرة عفوا الا كانت عندكم. انا توفرت عندي غير الفلفله حمراء وخضراء ودرتهم صافي. بديت كندي فيهم كنجيب فيهم حتى شفتهم حتى هما بداو شويه كيدبالوا. ومن بعد ضفت هذا الدجاج او لا دند، يعني اي حاجه عندكم ضيفوها. وبالنسبه للكميه يعني على حسب المتوفر. بالنسبه لي انا ضفت تقريبا 300 غرام صافي. ضفت التوابل، الابزار، الخرقوم، الملح، وبديت كنحرك كل شيء في نفس الوقت باش يطيبوا لي المكونات مع بعضها. وكنحصل على واحد الحشوه اللي كتكون معلكه وسهله في نفس الوقت. وفي الاخير غادي نضيفوا المطارد. بالنسبه للمطارد راه كيبقى لكم الاختيار، بغيتو تضيفوه ولا ما بغيتوش يمكن لكم تستغنيو عليه. وضفت شويه ديال القزبر ملي حسيت بالحشوه يعني بدات كطيب يعني كاخر مرحله. وكما قلت لكم ضفت المطارد صافي، كنخلط يعني المطارد مع الحشوه ديالنا وصافي كنطفيو عليها وكنخليوها تبرد باش يمكن لينا نستعملوها. من بعد كنجيبو هذا المول اللي كيدخل الفران، هذا المول ديال الزاج صافي. كنجيبو هاد الدويورات ديالنا اللي سبق لينا وحضرنا ديال الخبز ديال تاكوس ولا تورتيلا ولا صافي. كنحاولوا هكا نعمروه على هذا الشكل بالحشوه ديالنا. وفي نفس الوقت يعني كنحطوا هذا الكاس يعني باش يسهل لينا يعني هاد العمليه. صافي كنحاولوا نعمروهم مزيان في نفس الوقت. وانا يعني كنستف حتى كنستف كامل يعني في اللاطه ديالي كما شفتوا. وانا مستمره حتى كنكمل من الكميه ديال الحشوه اللي عندي. وهنا في الاخير ملي ساليت كامل يعني وعمرت كامل اللاطه ديالي، جبت هذا الفرماج. بالنسبه لي انا درت الفرماج الموتزاريلا. يمكن لكم تضيفوا الفرماج اللي متوفر عندكم، فرماج حمر صافي. وكنعمرو هكا من الفوق، يعني كل وحده كندير فيها واحد الكميه ديال الفرماج. وانا في هاد الاثناء مسخنه الفران غير حتى كيذوب لينا داك الفرماج. حنا عارفين يعني الحشوه طيبه يعني كلشي طيب. ملي كيطيب لينا داك الفرماج هكا من الفوق وكيذوب لينا على الحشوه صافي. كنزولو يعني آه، الطاوه ديالنا من الفران. وبالنسبه للحشوه اللي شاركت معكم راه خرجت ليا كميه كثيره، يعني عمرت هذوك الطاوات وعمرت عاوتاني هاد جوج، عمرت هذيك الطاوه عفوا وعاودت عمرت هاد جوج طاوات
صافي حتى هما غادي ندير ليهم الفرماج، ونفس الشيء غندخلهم الفران حتى يذوب لينا الفرماج كما قلت لكم، وكنخرجوهم نقدموهم لكم بالصحه والراحه. ومن بعد ما خرجت الاقتراح ديال اليوم اولا يعني الوصفه ديال اليوم على هذا الشكل وباقا سخونه صراحه، جربوها راه ساهله كما شفتوا، ما فيهاش بزاف ديال المكونات، وفي نفس الوقت كتحضروا شي حاجه لذيذه وفي المتناول، وولادكم راه غيحماقوا عليها. غنقطع معكم وحده باش تشوفوها كي كتجي من الداخل، لذيذه بزاف بزاف وتستحق التجربه. كنتمنى يعجبكم الاقتراح ديال اليوم، وما تنسونيش من لي لايك الا كان عجبكم، وبسلامه عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله.